السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ إن شاء الله بإذن الله هاقدم لحضراتكم النهارده طريقة عمل الخروب بطريقة حلوة جدًا وسهلة خالص، إن شاء الله بإذن الله مش هتطلعي من الفيديو ده غير لما تكوني أستاذة في طريقة عمل عصير الخروب إن شاء الله بإذن الله. طبعًا حبايب قلبي أنا عملت الفيديو ده في رمضان، بس ما أسعدنيش الحظ خالص إن أنا أنزّل الفيديو، فأنا قُلت بقى أنزّله مع حضراتكم إن شاء الله بإذن الله. إحنا طبعًا بعد العيد بفترة، بس ما فيش أي مشكلة خالص، الخروب بيبقى موجود طول السنة، تقدري تعمليه طبعًا في أي وقت أنتِ عايزاه، ويُفضّل كمان بيتشرب أكتر في الصيف، وإحنا خلاص داخلين على فصل الصيف يعني وكده، فتقدري تعمليه في الوقت ده، ما فيش مشكلة خالص. أنا معايا قد إيه يا حبايب قلبي، حوالي ربع كيلو خروب، ربع بالضبط. نزلت بيه كده في حلة كبيرة. أهم حاجة أي عصير بتعمليه لازم تكون الحلة معاكِ كبيرة شوية، عشان تقدري كده تعملي العصير وأنتِ إيه، مرتاحة، ما تبقيش متضايقة كده إن الحلة ضيّقة أو الحلة صغيرة، لأ الحلة تكون كبيرة علشان تقدري تعملي العصير وأنتِ مرتاحة. أنا حطيت قد إيه حطيت قد إيه سُكّر حبايب قلبي، حوالي كوباية سُكّر بالضبط، والسُكّر حبايب قلبي على حسب الرغبة، زي ما أنتِ عايزة، عايزة تحطّي كوباية ونُص، عايزة تحطّي كوبايتين ما فيش مشكلة، بس أنا حطيت كوباية واحدة بس، لأن أنا مش بنحبه مسكّر أوي، يعني بنحبوه كده مضبوط. بالنسبة لي أنا كمان أنا يعني ممكن أشربه من غير سُكّر أصلًا ما عنديش أي مشكلة. بس طبعًا بالنسبة لزوجي والأولاد يعني لأ، بيحبوه طبعًا مسكّر، يعني بيحبوه مضبوط، يكون محطوط عليه سُكّر. زي ما حضراتكم شايفين كده حبايب قلبي أنا فضلت أقلِّب فيه لغاية ما بقى معايا في المرحلة الجميلة اللي حضراتكم شايفينها دي. السُكّر اتكرمل معايا كويس جدًا مع الخروب، ده بالمناسبة حبايب قلبي خروب مجروش، هو اسمه كده، خروب مجروش، أو تقدري تقولي له عايزة ربع كيلو خروب، نُص، زي ما أنتِ عايزة. بيتباع فين؟ عند العطار. في منّه أصلًا الخروب العود، ده بيتاكل كده، يعني ده بتمسكي العود كده وبتاكليه كده وأنتِ قاعدة، بيبقى طعمه روعة، روعة، بيبقى جميل جدًا، بيبقى أحلى كمان من الخروب المجروش. يعني الخروب المجروش معمول عشان العصير، والخروب اللي هو عامل زي العود ده بناكلوه كده لوحده. أنا فضلت حبايب قلبي أقلِّب فيه لغاية ما حضراتكم شايفين كده، وبعدين هانزل بالمَيّة بقى إن شاء الله بإذن الله. شايفين وصل معايا في المرحلة الجميلة دي إزاي؟ بالنسبة لمستوى النار حبايب قلبي على نار متوسطة، أو تقدري تعملي على نار هادية، كل أمّا تهدّي النار على الخروب هيبقى أحلى معاكِ، ومش بس أحلى هيبقى جميل جدًا، ريحته يعني هتبقى مالية الشقة ومالية العمارة كلّها. ما شاء الله هو أصلًا ريحته جميلة جدًا، جدًا، يعني ريحة الخروب لمّا بييجي يتعمل ريحته بتبقى جميلة جدًا، جدًا. أنا هنا حبايب قلبي وصلت للمرحلة الجميلة دي واتكرمل معايا كويس جدًا زي ما حضراتكم شايفين كده، بيتكرمل للون الفاتح، مش بتكرمليه بتحرقيه، لأ بتكرمليه للون اللي هو الدهبي الفاتح. أنا نزلت بقد إيه مَيّة حبايب قلبي، حوالي لتر ونُص مَيّة سخنة، أنا غليت المَيّة لتر ونُص وبعدين نزلت بيها على طول. ليه أنا عملت كده؟ علشان حبايب قلبي علشان المَيّة معايا عشان الخروب يستوى معايا بسرعة. زي ما حضراتكم شايفين كده حبايب قلبي، زي ما قُلت لكم أنا نزلت بحوالي لتر ونُص مَيّة، تقدري تحطّي نُص لتر كمان ما فيش مشكلة خالص، يبقى 2 لتر مَيّة، بس أنا بصراحة فضّلت يعني لتر ونُص بس كفاية أوي عشان أنا حاطة كوباية سُكّر واحدة بس، فبالنسبة للكمية دي حلوة أوي. بالمناسبة برضه الحلة اللي أنا باعمل فيها دي حلة وسط، يعني يعتبر لا كبيرة ولا صغيرة، الحلة الوسط من طقم الألمونيا. زي ما حضراتكم شايفين كده حبايب قلبي، هو هنا خلص معايا واستوى تمامًا وشايفين ما شاء الله. بالمناسبة بتعرفي إزاي إن هو استوى؟
بتجيبي كده حبّة خروب وتشوفيها لو طريّة معاكِ يعني بتدوسي عليها كده بتلاقيها عاملة زي الكريمة كده بتدوسي عليها بتلاقيها دايبة كده، دي كده استوى معاكِ. لسه شوية لسه يعني قاسية كده مش بتدوب كده معاكِ، لأ استني شوية. أنا هنا حبايب قلبي باصفّي العصير، إن هو خلاص خلص معايا، أدّيه على النار حوالي نُص ساعة بالضبط. طبعًا كل ما بتقعّديه على النار مدة أطول بيغمق معاكِ وبيبقى جميل، بس أنا فضّلت هو نُص ساعة كفاية أوي، وتقدري كمان يعني تعمليه على ربع ساعة ما فيش مشكلة، هو على حسب ما يستوى معاكِ. هنا طبعًا حبايب قلبي كان سُخن معايا، بس طبعًا بالنسبة لحضراتكم اعمليه صفّيه يعني لمّا يبرد معاكِ تمامًا، أنا صفّيته وهو سُخن علشان الفيديو مش أكتر ولا أقل. لكن أنا في الطبيعي باستنى لمّا يبرد معايا تمامًا وبعدين باصفّيه، وبعدين باعبّيه في أزايز واحطه في التلاجة. زي ما حضراتكم شايفين كده حبايب قلبي. في ملحوظة حبايب قلبي، لو لقيتِ الخروب لسه حسيتِ إن هو عايز يتصفّى تاني، صفّيه تاني، ما فيش مشكلة. أنا هنا حبايب قلبي فضّيته في دُرَق زي ما حضراتكم شايفين كده إزاز، ده طقم أصلًا كامل على بعضه، دُرَق ب6 كوبايات عندي يعني وكده. بالمناسبة على فكرة أنا يعني داخلة أهو ما شاء الله في 16 سَنة، ده على فكرة كان عندي في النيش، يعني طلّعته عشان أقدّمه لحضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.